أخواتي، إن الواجب علينا أن ننصف حالنا مع بعضنا ونشجع الرجال على الزواج بأكثر من واحدة، وننبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتنا. وإن من دواعي مسؤولياتنا أن نلتفت لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة التي إذا ما عُلجت سوف تؤدي إلى طعن كرامتها، وهذا ما لا نرضاه لأخواتنا وبناتنا. ولنطلق شعار: نقبل بعضنا شريكات من أجل صون كرامة المرأة. أخواتي، اسمحوا لي باسمكم أيتها البرلمانيات النائبات عن كثير من هذه الشرائح لسن قانون يحمي حرائر العراق لعلاج هذه الظاهرة ولحفظ كرامتها، بجعل حوافز مالية تشجع الرجال وتساعدهم على الزواج من كل أرملة ومطلقة، لأن الحاجة والعسر المالي هو أحد الأسباب التي تعترض العزم على الزواج بأكثر من واحدة. ونضاعف هذه الحوافز المالية للشباب لمن يتزوج من أرملة أو مطلقة.